عايز اقول لك على حاجه بيني وبينك وبصراحه قوي. لو خدت قرار ان انت تتعرفي على شاب عليه علامات الريد فلاج وبيتقال عليه توكسيك، فانت هبله قوي قوي قوي. عشان تكوني عارفه، ده وسط الرجاله المحترمه بيكون بني ادم مالوش ريحه اللازمه وهايف وعبيط، وفي الغالب كمان بتاع امه. فلو داخل معاكي في دايره السسبنس ومتخيل ان ده تجربه جديده وموضه هتعمليها وانت جامده جدا وهتعرفي تحافظي على نفسك، فده كله كلام فارغ. الجمله الجميله اللي بتقولها ستات وبنات كتير ان انا مش هيتاكل مني حته، لا انت هيتاكل منك حته، وهيتاكل من جسمك وهيتاكل من نفسيتك وهيتاكل من روحك وحاجات تانية كتير. عمري ما تخيلت ان في بني ادمة بتقرب من زبالة وبتقول انا هحمي نفسي. يعني انت مش هتشمي على الاقل ريحتها؟ بني ادم ده شايفك بالظبط زي فار التجارب الابيض، اخره بعد ما يتبسط ويرسم على حسك شوية هيرميكي ويروح يحكي لاصحابه هو عمل فيك ايه. يعني معقول في الوقت اللي احنا فيه ده في بنات وستات بتكلم راجل عشان متخن صوته شويه ومطول شويه شنب ودقن؟ لو عايزه الصراحه، انت لو اتنصحت وكلمتي واحد زي ده بمزاجك فانت شمال، ده قرارك وانت حره فيه. انتوا كده بجد شبه بعض. حقك عليا بس دي الحقيقه. خلصت كلامي ومش عايز ازود اكتر من كده. انا هيثم المعداوي، وان شاء الله هبقى واحد من اشهر الناس في مصر. مع السلامه.